أعلن اتحاد كرة القدم عن فسخ عقد مدرب المنتخب الوطني المغربي جمال سلامي، وذلك بالتراضي بين الطرفين. الجمهور الأردني يطالب بإقالة المدرب المغربي اللي أهلهم لكأس العالم لأول مرة في تاريخهم. قال لك بعد انتهاء مباراة الأردن ضد الجزائر واللي من خلالها الأردن تقصوا رسميا من كأس العالم، الأردنيين ما عجبهمش الحال وقال لك المغربي جمال السلامي هو سبب الإقصاء، بحال اللي زعما راه ديما كيشاركوا في كأس العالم وكيتأهلوا. المنتخب الأردني راه أول مرة غادي يتأهل لكأس العالم، والسبب راكم عارفين هو جمال السلامي. غير باش نزيد نوضح لكم الصورة باش تأكدوا بأن المنتخب الأردني راه منتخب اللي ضعيف بزاف، عمرهم قدروا أنهم يوصلوا لشي أدوار اللي متقدمة سواء في كأس العرب سواء في كأس آسيا، لدرجة راه التأهل باش يشاركوا في شي بطولة كيعتبروه إنجاز. ولكن كيف ما عارفين حتى جا حسين عموته وجمال السلامي عاد حلوا عينيهم وبداو كيوصلوا للفينالات وتأهلوا لكأس العالم، يعني هادشي راه عمرهم حلموا به حتى جاو المدربين المغاربة. ومن بعد هادشي كامل في كأس العالم ما جابش الله، قال لك الخسارة راه سببها هو جمال السلامي، كون ما كان جمال السلامي كون راه تأهلنا للدور الثاني. إذا حللنا صح وقيمنا المرحلة صح ما بضل هذا المدير الفني السلامي مش لازم يضل. هلا بده يجي يقيم الاتحاد، لو أي ناس قيم منطقيا بروح السلامي، وأنا هذا الحكي حكيته والناس هاجمتني من أول يوم إجا. ومباراة امبارح أثبتت إنه غير كفؤ. أنا لما كتبت بداية قلت المنتخب الأردني عنده 4-5 لاعبين يصنعوا الفارق، وهذا غير موجود في منتخب بالعالم. بالعالم ما بتلاقي 4-5 لاعبين بيصنعوا الفارق، تلاقي 1-2 ممكن، أما 5 يكونوا بمنتخب واحد. بعدين نطلع على مباراة امبارح كم هجمة بنينا، هي كباتن بجوز ولا هجمة، كلها كرات طويلة. إذا تأهلنا بنحكي والله هذا المدرب ما شاء الله مع فرق قوية وعمل، أما إحنا الفرق القوية كلها تصيرها معنا. وشوف لك حتى هاد الاردنيين حتى هما ولاو كيقول لك مشينا لكاس العالم وما ربحنا حتى شي مره، اللي سمعهم كيقولوا هكا يقول راه كل مونديال الاردن حاضره. علاش ديما كنقول لكم باللي راه هاد العرب راه صعاب. وتخيلوا جمال السلامي دار كل ما في جهده باش يأهلهم لكاس العالم، وداكشي اللي طرا النيت تأهلوا لكاس العالم وعاشوا الاجواء لاول مره في التاريخ ديالهم. تخيلوا هما راه كاس العالم كانوا غير كيحلموا به، كيوصل كيبداو يختاروا اين منتخب غادي يشجعوا، عمرهم كانوا كيحلموا انهم غادي يمشيو لكاس العالم ويشجعوا المنتخب ديالهم. حتى جا جمال السلامي ومن بعد هادشي كامل ولاو كيتشرطوا، وقال لك السبب الرئيسي في هذه الخساره هو جمال السلامي. مع العلم الاداء اللي قدمه جمال السلامي ضد النمسا وضد الجزائر راه انجاز، خصوصا ضد الجزائر. تخيلوا راه تمكنوا من تسجيل هدف بسبب تعليمات من جمال السلامي، وكان ممكن ان ذاك الهدف هو يكون هدف الفوز. صراحه كان غادي يكون واحد الانجاز تاريخي، وكانوا غادي يقصيو الجزائر وكانوا ممكن انهم يتاهلوا باحتماليه كبيره بزاف. والسبب ديال هادشي بطبيعه الحال هو جمال السلامي، وبدا كيعطيهم تعليمات باش يحافظوا على ذاك هدف الفوز. ولكن في الربع ساعه الاخيره من المباراه اللاعبين ديال المنتخب الاردني عياو، جمال السلامي دار اللي عليه، عطاهم تعليمات باش يحافظوا على ذاك الفوز وكانوا محافظين عليه، ولكن اللعابه راه عياو. واش يدخل يلعب بلاصتهم ولا شنو؟ المنتخب الجزائري استغل ديك الفرصه وقدر انه يقلب الطاوله على الاردن. ولكن باش عجبني جمال السلامي في الاردنيين منين شافهم كاملين كينتقدوا فيه وكيلوموه كيقولوا ليه انت سبب الخساره امام الجزائر، رد عليهم بواحد التصريح بعد انتهاء المباراه اللي خطير. سمعوا شنو قال. كنت نتمنى واحد يحكي على تاهل المنتخب المغربي ان شاء الله. ان شاء الله مبروك على المغرب التاهل، جد سعيد لانه شرف لينا. عجبني فيهم والله تبارك الله عليه، حيت كيف ما عارفين راه جمال السلامي واحد السيد اللي درويش وما تسمعش منه شي هضره اللي ما هياش، ولكن راه شافهم عيقوا عليه، دار المجهود ديالو، خسر وقته وتقاتل باش يأهلهم لكأس العالم. وداكشي اللي طرا تحقق داك الانجاز، تأهلوا لكأس العالم، داروا ماتشات زوينين ضد النمسا وضد الجزائر وكانوا قراب انهم يحققوا واحد النتائج اللي ايجابيه، ولكن ما جابش الله. المنتخب الاردني منتخب ما عندوش امكانيات، منتخب اللي ضعيف. منين شافهم ضربوا ليه دوك المجهودات كاملين في الزيرو، بداو كيلوموه وعيقوا عليه، جاهم نيشان وقال لهم ما باركتوا ليش بالتأهل ديال بلادي اللي هو المغرب. عجبني فيهم والله ما عندي ما نتسالوا. نساو علينا هاد الاردنيين، ندوزو للكراغله. خوتي واش فراسكم باللي راه الجزائر من بعد ما فازوا على الاردن خرجوا يحتفلوا؟ اي داكشي اللي كنا كنديروا منين ربحنا اسبانيا وربحنا البرتغال، دوك الاحتفالات حيت تاهلنا الادوار اللي متقدمه. قال لك هما منين فازوا على الاردن مازال ما تاهلوا، راه مازال في الشك تقدر انهم يتقصاو. راه عندهم الماتش الجاي ضد النمسا، راكم عارفين النمسا راه منتخب اللي كبير وواعر،
تخيلوا راه من يربحوا الاردن راه خرجوا يحتفلوا الاحتفالات النيت ماشي زعما كلشي خرج للزنقه كلشي ولا فرحان كلشي. ولكن باش قتلني فيه واحد في التعاليق قال لي اش واقع زعما جزائري نيت قال لي اش واقع. كاين زعما اللي ما فاهمش شنو طاري شنو واقع في هاد البلاد هادي. ربحنا الأردن غير بالمحليين وهرا واه واش كاين غير ربحت الشعب تاع السياحة وين بلاصة وهرا واش كاين الجيري ربحت بيتو كاس العالم ان شاء الله كيما اليوم المغرب وصلت نصف النهائي وما درناش هكا. خوتي هاد الكراغله هادو والله ما يمكن بانوا ليا بحال اللي راه تسطاو والله اعلم. ولكن راه نعذروهم اخوتي ما نساوش بالله راه المنتخب الجزائري واحد المنتخب اللي متواضع وتحقيق الفوز او نتيجه ايجابيه في مباراه في كأس العالم راه كتعتبر بالنسبه لهم انجاز. يعني ماشي غير حنا خوتي ولينا كيجينا الفوز شي حاجه اللي عاديه ولا كيبان لنا غير الفينال غير كوب دي موند نتوجوا بها هادشي اللي ولا كيبان لنا حنا. هما راه مازالين معطلين منتخب اللي ضعيف منتخب اللي يلا خاصو يربح باش يفرح. نعذروهم اخوتي هما راه مازالين معطلين. ولكن هادشي كامل ما يخليناش نساو بالله راه المباراه الجايه ديال المنتخب الجزائري راه غادي تكون اخر مباراه لهم في المونديال هذا. علاش؟ حيت عندهم ماتش ضد النمسا يعني غير يجمعوا شطيطهم من دابا. راه داكشي باش خرجوا يحتفلوا قالوا والله ما نخرجوا نحتفلوا دابا بهذا الفوز هذا نستغلوا الفرصه حيت راه الماتش الجاي راه غنتقصاو اللهم ما نفرحوا شويه دابا. ندوزو دابا لدوك السنغاليين واش فراسكم السنغال راه باي باي راه جمعوا شطيطهم هما بكري من دابا. ولكن راه داروا واحد الانجاز اللي تاريخي قدروا انهم يكملوا 2 ماتشات بلا ما ينسحبوا. وخسرنا ماشي مشكل مربوحه. وسود تيرانغا المنتخب السنغالي تحقق انجاز للتاريخ وما انسحبش طيله المقابله امام منتخب النرويج وخسر للمره الثانيه في المونديال بثلاثيه وودع المنافسه من الباب الضيق. يمكن التفتيش اللي داروا لهم في المطار ما خلاهمش يدخلوا دوك اللعيبات اللي معزمين عليهم. بصراحه اكثر منتخب اللي ماشي غير بغيتو التقصى بغيت ليه الشوهه في المونديال هو السنغال. والله ما تصرطت ليا البساله اللي داروا لينا في الفينال. يلا الباب واللي عنده شي بهيم يمشي يقابلهم. ايوا العقبه الكراغلاشي شو هذا ضد النمسا والمنتخب العربي الوحيد اللي واحد ليهم بطبيعه الحال هو المغرب. تخيلوا المغرب راه هرب عليهم بزاف ولا التاهل من دور المجموعات بكاس العالم شي حاجه اللي عاديه. تخيلوا ولينا كنفوزوا ولا نحققوا شي نتيجه ايجابيه في شي مباراه ضد منتخبات الكبار بحال البرازيل ولو كيجينا شي حاجه عاديه ما كنحتفلوا ما كنرونوها ما والو صافي ترونكيل حتى نوصلوا بعد الربع النصف ديك الساعه عاد غنبداو نتحركوا مزيان. اما دابا راه بحال شي تسخينات المونديال وصافي وراه تسخينات نيت بالنسبه لينا راه يبدا عندنا المونديال تنوصلوا للربع ان شاء الله باش نوجدوا باش ديك الساعه الاحتفالات يكونوا هما هذوك باش نتاهلوا من بعد النصف ومن بعد ان شاء الله للفينال ونتوجوا بهذا المونديال هذا المونديال هذا عقلوا عليها ديال المغرب ان شاء الله. طبيعه الحال البرانيين غادي نبان لهم غير كنخربق ولكن المغاربه هما اللي غادي يثقوا في هذه الهضره وهما اصلا تايقين في هذه الهضره هذه وحاسين انهم غادي يتوجوا بهذا المونديال هذا حيت عارفين المنتخب ديالهم مزيان عارفين انه قادر يتوج بهذه البطوله هذه. تخيلوا في كاس العالم بقطر النسخه الماضيه ما كانش عندنا منتخب بهذه القوه هذه اللي عندنا دابا وصلنا للنصف. يعني دابا شنو العذر ديالنا حتى ما نوصلوش للنهائي ونتوجوا باللقب. عندنا لاعبين عالميين كاين اشرف حكيمي ابراهيم دياز بوعدي واللائحه طويله الا بقيت كنذكرها راه ما غاديش نسالي غادي نذكر اللعابه كاملين حيت ما شاء الله تبارك الله اللعابه كاملين ناضيين. شكرا على المشاهده.